السلام عليكم. عندك واي فاي في البيت، عايز تعرف مين متصل بيه، خايف يكون في حد متصل بيه من بره. النهارده هنتكلم عن الواي فاي، هنجزأ الفيديو جزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن ازاي تعرف مين متصل بالواي فاي بتاعك، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن ازاي تحمي الواي فاي بتاعك. يلا بينا. برنامج ثينج برنامج ممتاز في انه يقول لنا ايه الاجهزه المتصله بالواي فاي اللي احنا متصلين بيها، ويدينا شويه معلومات عنها ومجاني من غير اعلان. هننزل البرنامج ونسطبه. لو نيكست اجري انيبل. عايزنا نعمل ساين ان بالميل بتاعنا، مش ضروري، مش محتاجينه. بيقول لك انت انهي مستوى، هنختار سكان كارنت نتورك، ندوس عليها. هو هنا بدأ يجيب لنا كل الأجهزة المتصلة بالواي فاي بتاعنا. كده هو خلص. ده الراوتر، هنخش عليه نلاقي جايب لنا اسمه والموديل بتاعه. هنا مثلا اهو تابلت لينوفو، جايب تفاصيل عنه كتير، اسمه والموديل بتاعه وشغال بنظام ايه والاي بي بتاعه كام. دي كلها الأجهزة المتصلة بالإنترنت دلوقتي. لو أي جهاز منهم فصل وعملنا ريفريش هيبان إن هو مبقاش موجود. ممكن نخش على security. هنا بيقول لنا في 6 أجهزة، كونفيرم إن ال6 أجهزة دول تبعك، بحيث إن بعد كده لما يبقى في جهاز تاني غيرهم يبان هو لوحده على طول، يبقى هو الوحيد اللي مش كونفيرم. وننزل هنا هيدينا شوية معلومات عن الراوتر، اسم الواي فاي وشوية معلومات عنها، ولو في أي مشكلة هيقول لنا عليها. هنا بيقول لنا اهو WBS enable، وعايزنا نعمله disable. هنشوف ازاي في الحماية. وممكن نخش على الإنترنت نعمل سكان لسرعة النت. هنا في تولز، هنا واي فاي سكانر، ده بيجيب لنا كل الواي فاي اللي حوالينا دلوقتي. احنا اللي يهمنا نخش على اوفر فيو ديفايس، دي الاجهزه المتصله دلوقتي، نتاكد ان هي كلها اجهزه تبعنا ونعمل عليهم كلهم كونفيرم، بحيث ان احنا بعد كده لما نخش لو في اي جهاز مش تبعنا يبان على طول لوحده ان هو مش كونفيرم. عرفنا مين متصل بالواي فاي بتاعنا. دلوقتي بقى يلا بينا نشوف ازاي ممكن نحمي الواي فاي بتاعنا. اهم حاجه في الواي فاي الباسورد. الباسورد بتاعتك لازم تكون باسورد على الاقل 8 ارقام وحروف، يكون حرف كابيتال، يكون فيها اد او دوت او علامه استفهام او علامه تعجب. طبعا ما يكونش فيها اسمك ولا تاريخ ميلادك ولا رقم تليفون، كل ما كانت كبيره كل ما كانت أفضل. تاني حاجه هو التشفير، واحنا بنختار التشفير وهنشوف دلوقتي ازاي بنختاره، نختار وبا 2. تالت حاجه ان احنا نقفل ال WBS. كده يبقى احنا عملنا سكيور للواي فاي بتاعنا بنسبه فوق 70%، ودي نسبه كويسه جدا. في حاجات تانية ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني منفصل. يلا بينا. هنخش على صفحه الراوتر، هنجيب الاي بي من برنامج فينج زي ما شفنا من شويه، نكتب الاي بي في اي براوزر. ده راوتر تي بي لينك. نخش على ادفانسد، نخش على واي فاي سيتنج. طبعا نخلي بالنا واحنا بنعمل الاعدادات دي ان احنا نبقى متصلين بالراوتر عن طريق كابل، عشان الواي فاي ممكن يفصل. ده يبقى اسم الواي فاي بتاعنا لو عايزين نغيره، وده الانكريبشن. نختار وبا 2 بيرسونال، وهنا نحط باسورد، وزي ما اتفقنا الباسورد تكون ارقام وحروف منهم حرف كابيتال، ويكون فيها علامة زي علامة الاد او الدوت او علامة الاستفهام او علامة التعجب. المود هنا نختار بي وجي وان. بعد كده نخش على advanced setting ونيجي على WBS نقفلها، سيف. كده احنا عملنا اهم حاجات المفروض نعملها عشان نحمي الواي فاي بتاعنا. عملنا باسورد واخترنا WBA2 وقفلنا ال WBS. من حماية الواي فاي برضو ان انا ما اديش الباسورد لحد، فلو عندي ضيف ممكن اروح للجست نتورك واعمل انيبل واسميها اسم مختلف طريق انكريبشن واحط لها باسورد، بحيث ان انا لو جالي اي ضيف اديله الجست ده، وبعد ما يمشي اقدر اقفلها في اي وقت. ولو عايز اغير باسورد الراوتر بروح عند سيستم
tools administration old password والباسورد الجديدة، حط الباسورد الجديدة تاني وادوس سيف. احنا كده عملنا كل الاعدادات على راوتر تي بي لينك، ممكن نعملها على اي راوتر تاني. هندور على نفس المسميات، وعشان راوتر وي مشهور جدا عندنا في مصر هنعمل نفس الاعدادات بشكل سريع على راوتر وي. يلا بينا نشوف. ده راوتر وي، خش على لوكال نتورك WLAN. هنا هنكتب اسم الشبكة، وهنا هنختار الانكريبشن وبا 2، وهنا هنحط الباسورد، وهنا ال SSID التانية. لو عندنا ضيوف كتير أو في يوم هيجيلنا ضيوف كتير ممكن نعملها on ونعمل نفس الكونفيجريشن. كده احنا حطينا باسورد واخترنا انكريبشن. في الراوتر ده ال WBS عبارة عن زرار في الراوتر جنب الراوتر، ندوس عليه نشغله فنتأكد إن هو مقفول. وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. كده شفنا ازاي نعرف مين متصل بالواي فاي بتاعنا وازاي نحميه بنسبة 70 أو 80%، ودي نسبة كويسة جدا. هنعمل فيديو تاني هنتكلم فيه عن ازاي نقوي الحماية أكتر من كده، بس هتبقى حاجات أدفانسد شوية. اكتبوا في التعليقات لو في أي موضوع عايزين نتكلم فيه أو أي برنامج عايزين نتكلم فيه. أشوفكم في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.